السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر معكم واحد لاطارت اللي كتجي رائعه بالفواكه الحمراء. كتجي على هذا الشكل هذا مع المورينغ من الفوق اللي تيجي مقرمش، وكتجي يعني مقرمشه من برا وطريه من الداخل. كتجي زوينه بزاف وبنينه ومغايره على لي طارت اللي موالفين كنوجدو اولا كناكلو. فكيف كتشوفوا انا غادي نوريكم هاد القطعه منها. شوفوا كيفاش كتجي. بالنسبه لاباط بغيزي فهي كتجي مرمله، وهذاك المورين كيف قلت لكم كيجي مقرمش من الفوق، وتتجي معلكه من الداخل بهذوك الفواكه الحمراء اللي كنكونوا ديجا عسناهم. بلا ما نطول عليكم غنبداو مباشره في المقادير وطريقه التحضير. وكنتمنى انكم الى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال ما تبخلوش عليا بلي لايك ودعموني. كيف كتشوفوا هنايا عندي واحد جوج بيضات، وعندي واحد جوج معالق حتى ل3 ديال السكر كلاصي، وعندي شويه ديال الملح. عندي بالنسبه للحليب فما بين 4 حتى ل5 المعالق باش نجمعوا العجين. وهنايا عندي 200 غرام ديال الزبده اللي كتكون بدرجه حراره المطبخ. الا كانت في الثلاجه فيمكن لكم ديروها في الميكرووند غير غتبدا يعني ترطب صافي ونحبسوا. وبالنسبه للدقيق فكيف كتشوفوا غادي نضيف واحد 400 غرام. هنا عندي 406 يعني 6 غرام ماشي مشكل صافي وغادي نحبس. المهم ان تكون عندكم الكميه ديال الدقيق نصف ديالها ديال الزبده صافي. وغادي نبدا على بركه الله. كيف كتشوفوا هنايا من بعد ما وضعت الدقيق فانا غنوضع واحد القبصه ديال الملح على هذا الشكل هذا، وغادي نضيف هذوك جوج معالق كبار. انا هاد الملعقه اللي عندي راها صغيره، غادي نحاول انني نهز 3 يكونوا عامرين بزاف، يعني هي جوج معالق كبار اللي يكونوا ممسوحين. بالنسبه للحلاوه فكتبقى على يعني على حسب الرغبه وعلى حسب الذوق. صافي هنا من بعد ما خلطت النواشف غادي نبدا. اول حاجه فانا غادي نضيف هذيك الزبده، وغادي نحاول انني نلبس هذاك الدقيق كامل بهذيك الزبده، يعني نرملو. هاد العجين ديال العجين البرازي كيجي ناجح 100%، يعني بمقادير مضبوطه. الا بغيتوا انكم ديروه في الكيش وديروه مالح فتستغناو على السكر وديروا الملح، يعني القياس ديال اللي غيملح لكم هذيك العجين. وديروا واحد راس ملعقه ديال الفلفل الاسود. هنا كيف كتشوفوا غنستمر على هذه الكيفيه هذه حتى نلبس هذاك الدقيق بهذيك الزبده، وغادي نتلاقاو باش نشوفوا التتمه. هنا من بعد ما كملت هذاك الزبده مع الدقيق فوضعت بيضه كامله، وغادي نوضع صفار بيضه. غادي نحتفظ بهذاك ابيض البيض هو اللي غنديرو بالطبقه ديال المورينغ. صافي هنايا غادي نحاول انني نخلط هذاك البيض مع الدقيق، وفي نفس الوقت غنبدا نضيف في الحليب وانا كنجمع. يعني بالنسبه للعجين فما تيتدلكش، غنبداو غير ان فواتي تجمع لينا العجين صافي كنحبسوا يعني العجن او الجمع ديال العجين، وكنحبسوا اضافه الحليب. هنا كيف كتشوفوا راني غير كنجمع بالصباع ديالي، يعني ما تدلكوهاش. الا دلكتوها فما غاديش تكون ناجحه. هنا كيف كتشوفوا وضعت 4 ديال المعالق، ومازال غادي نضيف واحد الخامس، يعني ملعقه خامس حتى غادي تجمع ليا العجين. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما جمعت العجين كيف كتشوفوا راها ما مدلوكاش، راه ان فوا تجمعات لينا صافي كنزكاو. وغادي نغطيها نغلفها بالسلوفان ونديرها في الثلاجه، يعني غير الثلاجه ماشي المجمد. غادي نخليها على الاقل 1-2 سوايع، يعني قد ما بقات قد ما مزيان.
ودابا غادي ندوزو مباشره للحشو. فهنايا عندي واحد 300 غرام ديال الفواكه الحمراء. انا كنت ديجا واخده منها حيت ليا في المجموع كانت 450، وبقات عندي واحد 300 غرام. كيف كتشوفوا غادي نوضع عليها واحد 2 معالق ديال السكر حبيبات، وغادي نخليهم، ما غنضيف لا حتى شي حاجه، غنخليهم على واحد العافيه اللي تكون مهيله. هما غادي يطلقوا الماء ديالهم وغادي يتعسلوا كيف كتشوفوا على هذا الشكل هذا. صافي وغادي نطحنهم. بالنسبه للطحين فانا اختاريت انني ما نطحنهمش بزاف باش مي يوليوش ليا غير بحال الكونفيتور. خاصو يبقاو ليا هذوك القطع بحال هكا، يعني ملي نبداو ناكلو كنحسوا بهذوك القطع ديال الفواكه. صافي نخليه على جنب حتى هو حتى يبرد. هنا من بعد ما دازت هذيك المده فغادي ناخذ العجين ديالي وغادي نقسمها على 2 كرات. كره كتكون شويه كبيره على الثانيه، حيت الاولى كتكون الطبقه ديالها دايره على المول، والثانيه فكتكون غير بحال الغطا، يعني ما كتحتاجش انها تكون بزاف. صافي غادي نطلق هذا العجين هذا يعني بالمدلك عادي. فانتوما غادي تشوفوا معايا السمك المحدد للطبقه الاولى. هنا كيف كتشوفوا يعني مره ناخذ العبار بالمول، يعني باش نشوف القياس ديال العجين. وصافي هنايا غادي نهزها بهذه الطريقه هذه بهذاك المدلك اولا التلاك اللي كنا تنطلقوا به العجين. غادي نحطها هكا بسهوله وغادي نبدا نقادها في المول على هذه الطريقه هذه. غادي نحاول انني نلصق الجناب مزيان. وكيف كتشوفوا بالنسبه للجويه اللي ما قاستهمش، يعني اللي ما لحقاتش ليهم العجين، فانا كنقطع وتنلصق بهذه الطريقه هذه. صافي غادي نحاول انني نقاد المول كامل. نحاول خصوصا الجناب، وغادي نقطع بهذه الطريقه هذه بالمدلك، يعني غادي نحيد الزوائد ديال العجين. غادي نجمع العجين المتبقي. بطبيعه الحال العجين المتبقي فما غاديش نرميوه، غادي نخلوه ونقدروا نستعملوا به لي طاقط صغار اولا يعني الا كان شي مول صغر من هذا فغادي نجيب. هنا كيف كتشوفوا غادي نحاول انني نتكاها هكا بواحد الفورشيط، وغادي نحطوها على جنب. نجيبوا الكره الثانيه، ولكن من قبل ما غادي يعني نفكوا هذيك العجين حتى هي، فغادي نوضعوا هذاك الخليط او الحشو اللي درنا بالفواكه الحمراء. غادي نكبوه هكا وغادي نحاولوا اننا نديروا على لاباط كامله. صافي ودابا غنبداو نطلقوا في العجين الثانيه باش نغطيو هذا الحشو هذا.
فبنفس الطريقه حتى هو غادي نطلقوه بشويه ديال الدقيق، وغادي ناخذ العبار صافي وغادي نهزوه بنفس الطريقه، وغادي نغطيو به الطارط ديالنا من الفوق. صافي هنا بنفس الطريقه فغنبداو نقادو في الجوانب، وغادي نقطعو الزائد ديال الطارط اولا ديال العجين. نحاولوا اننا يعني نثبتوا الاطراف مزيان باش ما تحلش لينا في الفران. بالنسبه هذاك العجين اللي شاط غير ما تدلكوش، يعني كتجمعوه وتديروه في السلوفان وكتخلوه في الثلاجه الوقت اللي بغيتوه، فكتجبدوه كتطلقوه بالمدلك صافي وكديروه دي طارط. هنايا بالنسبه للفرن فمسخن على 180 درجه، غادي نخليها واحد شويه غير غتشمع بين ما وجدت هذيك الطبقه ديال المورينغ، وغادي نجبدها من الفران. هنا كيف كتشوفوا وضعت هذيك صفر ديال البيضه، غادي نزيد تقريبا واحد 60 غرام من 50 حتى 60 غرام ديال السكر ناعم. فغنبدا كيف كتشوفوا غنبدا نطرب وانا تنزيد هذاك السكر حتى غادي يطلع لي السكر اولا البيض مزيان، وغادي يجي على شكل مورينغ، وغادي نحبس. هاد المرحله هذه كتبغي شويه ديال الوقت وشويه ديال الصبر، يعني قد ما خدمنا المورينغ مزيان قد ما غادي يجينا زوين. غنستمر على هاد الكيفيه ونتلاقاو من بعد. هنا كيف كتشوفوا راه طلع لي المورينغ صافي. جبدت الطارط ديالي وغادي نخوي هذاك المورينغ من الفوق ديال الطارط. غادي نحاول انني يعني نديعو على الوجه ديال الطارط كامله. وغادي ناخذ الكونفيتور ديال الفواكه الحمراء. الا ما كانش عندكم يعني تقدروا تستعملوا ديال الكونفيتور ديال الفريز حتى هو. الا ما كانش يمكن لكم انكم قبل ما ديروا الحشو يعني تاخذوا منه واحد الكميه اللي كتكون مطحونه مزيان. درتها هنايا، درت الكونفيتور ديال الفواكه الحمراء درتها هنايا في واحد البلاستيكه وطبتها وصافي. وكنحاول انني ندير خطوط على هذا الشكل هذا. بالنسبه للتزيين فكيبقى اختياري، يعني كل واحد وشنو بغى. يمكن لكم تخلوها غير هكاك وتدخلوها للفرن، فهاد المرحله هذه اختياريه، يعني ماشي ضروري انكم ديروها. هنا غادي نجيب واحد الكوردون اولا عود ديال الشواء، وغادي نبدا ندوز هذوك الخطوط باش يدخلوا شويه وسط المورينغ صافي. وغادي نبدا ندير هاد الطريقه هذه بحال الملفي، وغادي ندخلها للفرن وغنخليها العافيه تكون كيف قلت 180 درجه، عافيه مهيله بالنسبه للناس اللي عندهم الفرن ديال الغاز، ونخليها حتى طيب. هنا من بعد ما طابت في الاول راه كان المورينغ منفوخ، ولكن ملي كتبدا تبرد فضروري تيطيح هذاك المورينغ كيهبط شويه. هنايا من بعد ما بردت تماما فانايا جبت الصحن ديال التقديم وكنقدمها هكا. كيف كتشوفوا المول راه كتحيد منه بسهوله بلا ما ندهنوه بلا حتى شي حاجه.
صافي. هنايا بالنسبه للتزيين فكيبقى اختياري، انا خديت غير شويه ديال الفواكه الحمراء ووضعتها في الوسط، وغادي نزينها بشويه ديال سكر ثقيل من الفوق. يمكن لكم يعني هذه المرحله انكم تحيدوها، ماشي بالضروره، ولكن التزيين كيبقى على حسب الاختيار. وهذا هو الشكل ديال الطارت ديالنا، كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى انني نكون فدتكم في هذا الفيديو. الى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال ما تبخلوش عليا باللي لايك. وبالنسبه للناس اللي مازال ما تشاركوا، كندعوكم انكم تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يبقاو يوصلكم جديد الوصفات. الى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده.